الحيط ما كيكونش مقادد، كيكون عوج ومرخى. ملي كيحط الفاسك ديالو كيبقى واحد الفراغ كما كتشوفوا معايا هنايا، كيبقى يبان واحد الضوء. اذا مولا الرخام باش كيحل هذا المشكل هذا كيحط الفاسك ديالو وكيتراصي هذيك البلاصه ديال العوجيه كما كتشوفوا معايا هنايا، يعني كيتراصي هذاك الفاسك مزيان وكيولي يحيدو بطبيعه الحال وكيولي ينقص منه. ها انتم كما كيبان لكم كيولي ينقص منه باش ملي كيولي يركبوا المره الثانيه واخا كيكون هذا المشكل ديال العوجيه في الحيط، يعني هذاك الفاسك كيجي لاصق مزيان. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي تشوفوا معايا المراحل ديال التركيب ديال الفاسك ديال الحمام. بالنسبه لهذا الفاسك راه مخدوم بالرخام الاصطناعي، من احسن انواع ديال الرخام الاصطناعي ديال اسبانيا، الشركه ديال كومباكت. كما كتشوفوا معايا بالنسبه لهذا الفاسك القياس ديالو 2 متر و 32 سنتيم. بالنسبه لهذا الحوض تخدم وتركب كله في المحل ديال مولا رخام. بالنسبه لمول رخام هو المعلم هشام من مدينه القنيطره، وتقريبا كيخدم في جميع المدن المغربيه. كما قلت لكم هذا الفاز كله تخدم في المحل الا البلاصه ديال السيفون. كما كتشوفوا المعلم عاد احتاج عند موالين الدار عاد كيتقب هذاك البلاصه ديال السيفون. علاش؟ باش يجي بنيشان مع الفتحه اللي خلى البلومبي في البلاصه ديال هذا الفاسك، باش مولين الدار اذا بغاو يديروا هذا السيفون ديال اينوكس كيجيهم هود نيشان في البلاصه اولا هذيك الفتحه اللي خلاها البلومبي، يعني ما كتجيش مزاقله عليها شويه. لهذا خلى البلاصه ديالها احتاجها لهاد الفيلا وخدا القياس ديالو مضبوط، ودابا عاد كيفتح البلاصه ديال السيفون. الصراحه هكا خصها تكون الخدمه، والمعلم خصو يضرب الحساب من اي حاجه مهما كانت بسيطه. بزاف ديال الاخوان كيبغيو المعلم هشام يخدم لهم لي فاسك، وبحكم انهم كيكونوا بعادين على مدينه القنيطره ويصيفط لهم هذاك لي فاسك في الترونسبور هما اللي كيركبوهم. في الاغلبيه ديال الاحيان المعلم هشام كيرفض هذه القضيه هذه، لانه هو اللي كيبغي يتحمل المسؤوليه ديال التركيب ديال هذاك الفاسك، لان حتى التركيب ديالو راه ماشي سهل. كما شفتوا معايا واحد الجزء مهم ديال الخدمه كتكون عند موالين الدار، وهانتوما تشوفوا معايا في جميع المراحل بان المعلم اللي خدم هذاك الفاسك راه هو اللي خصو يركبه. اذا كما كتشوفوا معايا المعلم كيدير الفتحات فين غادي يركب الجعابي اللي غادي يهزوا الفاسك. وحتى هذه المرحله هذه راه مهمه ومهمه بزاف. علاش؟ اولا هذاك الجعابي خصهم يكونوا مركبين مزيان وصحاح باش يهزوا لنا الثقل. ثانيا خصهم يكونوا غالفانيزي باش ما يتصداوش. ثالثا خصهم يكونوا مركبين ميزان باش حتى هذاك الفاسك يجي محطوط ميزان. لهذا الاخوان اذا بغيتوا تخدموا مع المعلم هشام بمدينه القنيطره وانتم ساكنين خارج مدينه القنيطره، من الاحسن تزيدوا الفلوس ديال الترونسبور، والمعلم هشام هو اللي يجيب الفاسك، هو اللي يتحمل المسؤوليه ديال التنقل ديالو، يعني من مدينه لمدينه باش ما يتهرس ما يوقع له حتى حاجه، وهو اللي يتحمل المسؤوليه ديال التركاب ديالو. وسواء خدمتوا مع المعلم هشام اولا مع اي معلم اخر غادي يخدم لكم هذا الفاسك هذا، من الاحسن هو اللي يركبه، لان العمليه ديال التركيب ديال هذا الفاسك مهمه ومهمه بزاف. مثلا واش ممكن ان الرخامه ديال الكوزينه تواصل مع المعلم وتعطيه القياسات وتقول له قاد لي وقطع لي وصيفط لي والمعلم ديالي هو اللي يركبها؟ راه ما يمكنش، لان النص ديال الخدمه في هذاك التركاب، يعني التركاب راه عنده دور مهم بحالو بحال الخدمه ديال هذاك الفاسك اولا ديال هذاك الرخامه ديال الكوزينه في حد ذاتها. انا بغيت نفهمكم هذه النقطه هذه باش تكونوا فاهمينها، لان بزاف الاخوان كيتواصلوا معايا كيقولوا لي مثلا حنا في الناظور اولا في الحسيمه واش ممكن انه يخدم لنا الفاسك ويصيفطوا لنا. وفي بعض الاحيان هذا الفاسك كيكون غادي يتركب بين جوج حيوطه، يعني في هذه الحاله هذه المعلم راه ما كيركبش هذاك الفاسك كامل عنده في المحل، واحد الجزء من هذاك الفاسك الجزء القدامي راه كيبقى ما لاصقش حتى كيوصل للدار وكيلصق هذاك الجزء اللي غادي يلصقوا في هذاك البلاصه وعاد كيكمل التركيب ديالو، لان لا ركبوا كامل في المحل ما غاديش يبغي يدخلوا بين هذاك جوج حيوطه. هانتوما كما كتشوفوا معايا المعلم كيتاكد بان هاد الجعبه راها مركبه ميزان باش ملي كيحط الفاسك ديالو ما كيكون حتى اشكال. بالنسبه لهذا الفاسك هذا كما كتشوفوا معايا راه جا خارج على الحمام، يعني ما جاش وسط الحمام، ولكن في نفس الوقت راه جا مغطي، يعني ما جاش مقابل مع الصالون. حيت بزاف ديال الاخوان كيسولوني واش ممكن ندير واحد الفاسك خارج الحمام ويجينا مقابل مع الصالون، واش باقي موضه او لا. غادي نقول لكم انكم ديروا فاسك خارج الحمام، نعم ممكن انكم ديروه، خصوصا في الطبق اللي كيكون فيه الصالونات، يعني الضيوف بعض المرات كيحتاجوا انهم يغسلوا غير يديهم
بلا ما يدخلوا لنا حتى لوسط الحمام، ولكن على اساس يجي مغطي، يعني يجي مدرق، ما يجيش اون فاس مع الصالون. كنظن الفكره فهمتوها، يعني واخا نديروا الفاسك خارج الحمام، ولكن هذاك الفاس ما يجيش مقابل مع الصالونات، يجي في واحد البلاصه اللي مدرق. يعني ممكن تكون عندنا الباب الاولى نلقاو فيها الفاسك، وعاد ندخلوا الباب الثانيه نلقاو الحمام. كما كيبان لكم ضروري المعلم يستعمل الميزان ديال الليزر ملي يجي يدير الفتحه الثانيه فين غادي يركب الجعبه الثانيه، باش يمشيو بطبيعه الحال مقادين مع بعضياتهم كما كتشوفوا معايا. ودابا كلامي غادي نوجهو للصنايعيه. شري الماتريال راه غادي يعاونوك بزاف. اول حاجه غادي تختصر الوقت، ثاني حاجه غادي تقل الخدمه ديالك وما تخلي حتى واحد يعلق عليك. وخا يكون المدخول ديالك بسيط، ما تشطرش على الماتريال، سبق الماتريال هو الاول، وهذاك الماتريال هو اللي غادي يجيب لك خدامين مزيونين وغادي يولي المدخول ديالك مزيان. اي صنايعي واي معلم يستثمر مزيان في الماتريال ويكون نفسه ويكون راسو صغير، يتعلم اي حاجه جديده بانت له يتعلمها ويشري الماتريال. هاد المسائل هذه هي اللي غتخليه يزيد القدام وعاد دفع به واحد الدفعه اللي هي مزيانه. ودابا غادي ندوزو لمرحله اخرى. المعلم حط فيها الفاسك ديالو، ولكن شوفوا معايا، بما ان الحيط عوج بقى هنايا واحد الفراغ، واحد الضوء كيبان، يعني هاد الفاسك ما جاش لاصق نيشان مع الحيط، يعني بقى هذاك الفراغ. وبدل المعلم ما يعمروا بالسيليكون، حيت بزاف ديال الاخوان كيديروا هذه القضيه، يعني بقى له الفراغ بحال هكا كيعمر يماه بالسيليكون وكيزيد بحالو. لا، المعلم شد وبدا كيتراصي، هانتوما كما كتشوفوا معايا كيتراصي في الفاسك ديالو، وغادي يولي يهبطو وغادي يولي يقطع منه، غادي يولي يقطع منه مزيان، بحيث انه ملي غادي يركبوا غادي يجي لاصق وغادي يجي ميت على هذاك الحيط. علاش كنقول لكم ان المعلم مهم؟ الفاسك اللي غادي يخدمو يتحمل المسؤوليه ديالو، هو اللي غادي يركبه. على هاد النقط هذه، يعني هاد العمليات هذه كتم في المنزل، يعني ما كتمشي في الورشه ديال المعلم. ودابا المعلم غادي ينزل هاد الفاسك هذا وغادي يولي يزيد ينقص منه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا. راه البلاصه اللي تراصاها راها باينه، بحيث ان هذا الفاسك ملي غادي يولي يركبو غادي يجي ميت مع هذاك الحيط. خدمه متقونه تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه للمعلم هشام كيخدم لي فاسك بالرخام، بجميع انواع الرخام، يعني الرخام اللي بغيتوه كيخدم لكم به. ايضا كيخدم بالرخام الاصطناعي، وكيخدم مع هاد الشركه هذه ديال كومباكت حتى هي عندها الكوارتز ممتاز. وايضا كيخدم هاد لي فاسك حتى بالزليج، وراه كان سبق لي صورتهم لكم، يعني كيطلع واحد لي فاسك اللي هما رائعين حتى بالبورسولان. خصوصا بالنسبه للاخوان اللي بغاو ينقصوا من التكلفه ديال هاد لي فاسك، ممكن انكم تخدموهم بالبورسولان، كيكونوا ناقصين في الثمن شويه بالمقارنه مع لي فاسك اللي كيكونوا مخدومين بالرخام، وخصوصا هادو اللي كيكونوا مخدومين بالكوارتز اللي كيكون نوعيه جيده، بطبيعه الحال كيكون الثمن ديالهم شويه زايد. هانتوما كما كتشوفوا معايا النتيجه النهائيه من بعد ما تركبوا هاد لي فاسك. تبارك الله ما شاء الله، خدمه متقونه ومفينيه. مولين الدار من بعد ممكن انهم يركبوا لي بلاكار من التحت. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم المتواصل، الله يخطيكم، وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.